تقدر تعيش من غير مولتو؟ من غير من؟ مولتو. عادي، انا ما بحبوش اصلا. بحبه بس يعني عادي، لو مش موجود عادي زي مش موجود. انا يعني ما باكلوش كتير برضه، يعني عادي. لا طبعا. تقدر تعيش من غير مولتو؟ طبعا. لا طبعا. اقدر. لا حضرتك الصراحه. بفطر لحمه. يعني لما تكون مثلا جعان مش لاقي حاجه تاكلها بتجيب شويه مولتو او واحده مولتو او 2 مولتو كده بتسد بيها جوعك. هو نقدر نعيش من غير مولتو، ولكن الأطفال على الصبح وهم رايحين المدرسة ورايحين الحضانة عندنا بيحتاجوا مولتو، نقول لهم إيه؟ دلوقتي هو يعني اتوقف لأجل غير مسمى. هنشوف بديل نبدل المولتو، ناكل بقلاوة بقى ولا نقولها تاني، ناكل إيه بقى؟ في حاجات بديلة، نشوف بقى كوز الذرة. كوز الذرة بدل المولتو؟ حرام عليك، حرام عليك. مفيش بقى الا اللبان، نطرقع لبان بقى ولا ايه بالظبط؟ مش هشوف حاجة تاني غيره. اكيد ممكن ما يبقاش في بديل للمولتو، يعني عشان المولتو رائع يعني. تاكله كده تحط البتاع في بقك كده تلاقي زلط. الله، زلطت. واحس كده ان انا ماشي واكل حاجه بالفانيليا بالشوكولاته. دلوقتي ايه بقى يا عم، انا لا الاقي سكر احلي بيه بقي ولا الاقي مولتو احلي بيه بقي، وفي الاخر لقيت بقي ممرر اكتر ما الايام ممرره معانا. المصانع زي دي بتشغل شباب وبتشغل ناس فاتحه بيوت، ان هل الناس دي هتقعد على القهوه ولا تاجر في المخدرات؟ ما لو المصانع دي كلها بقى، انا بص للمولتو وبص لغيره وغيره وغيره، لما يتقفل نقعد بقى على القهوه بقى، اللي يتاجر في المخدرات يتاجر، واللي يتاجر في السلاح يتاجر بقى، واللي يسرق اثار بلده يتاجر، وعادي. ولا هي في ايه اصلا؟ رجع؟ والله.